خلي شاب هسه يروح يتزوج، يحطون له 100 عقبة بطريقة. خليه يروح يتزوج يخطب، لقى له بنت حلال 100 طريقة. خو عندنا سوالف الله والله مو طيبة. والله يا جماعة الخير وحق الإمام الجواد توجع قلب إمامنا المهدي. عندنا سوالف ما أدري الناس الكبار وين راحت، الناس الخيرة وين راحت، الناس الطيبة وين راحت. حاطين هسه روح اخطب من بيت، تلقى 20 شرط حاطين لك، 20 شرط و20 عقبة. ليش مولاي؟ وين التسهيل؟ وين الأمور اللي ارجع إلى قبل 20 سنة هاي الأمور ما عندنا. أنت إذا تمشي ويا الحداثة وتخضع لحضارة المادة وتغيب الإنسانية يعني ماكو حياة. شوف هذا المثل وتعلم من عنده. شنو رأيك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله الصلوات؟ شنو رأيك بقدوتك لو مو قدوتك؟ شفيعك لو مو شفيعك؟ تمشى النبي بالشارع يوم من الأيام، فات شاف جويبر عبد أسود، شاد له وصله على عورته ولاف له هيك ستر مال صوف، باوع على النبي، انكسر خاطر النبي على جويبر كبير مو شاب 20 سنة وعنده أبو وأم ويقدر يزوجه، لا شايب رجال كبير. قال له جويبر ها يا رسول الله، قال له ليش ما تتزوج؟ ضحك جويبر قال له يا رسول الله لا حال ولا مال ولا حسب ولا نسب، كل شيء ماكو يا رسول الله، كل شيء ما عندي، حتى ما اقدر ادق لباب واروح اخطب، ما اقدر. قال له لا يا جويبر، لقد رفع الله بالإسلام من كان ذليلا وضيعا. الدين المن اجى، الإسلام المن اجى، القرآن المن اجى. لقد رفع الإسلام ودين الله من كان ذليلا وضيعا. هاي رسالة خذها مني الفلان، يا هو فلان كبير القوم. الله هسه وين كبير القوم؟ يتحاكى؟ ما يتحاكى كبير القوم. قال له خذ له الرسالة وقل له النبي يخطب بنتك إلي. قضية ترى من نرهمها ما ترهم، مو سهلة، ترى مو سهلة. يراد لها قلب قوي، يراد لها مجتمع يتعامل، مو يظل يعيب. أول ما يصير أنت من يا عمام، إذا عشيرة ضعيفة ما يطي له وتطلع نخلة براسه إلا من آل فلان وآل فلان، وهاي وقفك الله عليها. يقول لك ليش هاي منين جبتها؟ هاي مال إلا من آل فلان وآل فلان وآل فلتان وآل علان، ويا ريت بعضهم بخير وينشد بيه الظهر، يا ريت يرفع بيه الراس ويتبيض بيه الوجه. شايفين من يموت واحدهم، شايفين من يموت واحدهم ويهوسون له. الله أكبر، عجيب غريب والله، باطل في باطل. عوف هذا الموضوع ذو شجون. ودى النبي جويبر برسالة المن اللبيت كبير القوم. طب جويبر انفحم، جويبر أسود وطب الكبير القوم، عباله جايب له خبر، جايب له سالفة، قعد يمه اطار رسالة. هذا قرأ الرسالة هم زين ما انجلط، هم زين ما صارت بيه جلطة. قرأ الرسالة، النبي يخطب لجويبر بنت الزلفاء، وفي رواية دلفاء، جميلة وحلوة، وهاي الخواطيب رايحين جايين، واجا جويبر خطبها. هذا الزلمة بعد ما قدر يحكي كبير العشيرة، قال لك هذا الخاطب رسول الله، أنا أتورط، خلنا نروح أذب الكرة بساحة البنت. راح لها، بويا جاية رسالة من النبي، والمشية هو العريس هو المشية، وهاي الرسالة. قرأت الرسالة، قالت له وافق يا أبا مباشرة. هاي البنت اللي منتظرة حلم حياتها، وهاي تعرف بناتنا اليوم قبل هسه الزلمة يدور حلوة ما يخالف بيها مجال، بس شو اليوم بناتنا، حتى بناتنا يدورن حلو مو حلو، انهجم بيهجم. كانت شو تسوون بيبويه؟ اذا حتى البت تدور، احنا بالضيم بعد شايفين شبابنا كل قبل العرس تغسله بكاغة سنباده، حتى الليفه ما تفيد والله. اي والعباس اكو جماعه
والله الليفة ما تفيده والصابونة ودعتك، إلا أنه بش تودي الحمام السوق مرتين ثلاثة يلا تطلع بيه. زين هذا شلون ما يتزوج؟ فهذا مرض عند البنات. كوني عالجنة بناتنا، خلي يتقن الله. اليوم زمان مو خوز زمان، والمادة مستحكمة والإنسانية غايبة. إذا حتى البت تدور، لا أبويا إحنا نشيل من هاي الأرض نشوف لنا غير أرض. فشاهدنا جويبر طب، وهاي الزلفاء حلوة ومعدلة. قالت له وافق يا أبا، انتبهوا واخذوا درس عليكم الإمام الجواد. الأبو بداخله ما موافق، ما راضي، ما يريد يوافق، باني آمال على هاي البنت، المن يزوجها والمن يعطيها. قالها بنيتي ليش وافقتي؟ قالت له شلون ما أوافق يا أبا والخاطب رسول الله. رسول الله هو الخاطب، ورسول الله ما كيف ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وافق يا أبا، لأن المشي رسالة النبي. والزوج جويبر من الزلفاء وعاشت خادمة إليه. هذا ليش؟ هذا مو حكي مثل ما قلت لك يسطر معلومة ويعطيك إياها وانت تدوخ بها، لا، هذا تطبيق لقانون الله والنجاة ومستقبل سعيد للإنسان ومستقبل بنجاة للإنسان. فالله الله بالأولاد والبنات، رب البنات على التواضع والخدمة، ورب الأولاد على العدل والخير، حتى من يكونون بيت بعد هذا مثل ما يقولون عش الزوجية، ينتج خير للناس. وإحنا بأمس